اوكي، هي كانت حاجه ليها علاقه بالترافل سايز، وكنا نزلنا الترافل سايز جلاسز السنه اللي فاتت. فلما نزلناه في حد بعت لي الفيدباك فبيقول لي اوكي. ازاي تبقوا في السن ده. هاي يا دكتور، ازاي حضرتك؟ هاي يا مارتينا. دكتور محمد سي او اوف ديوك براند. احنا مبسوطين قوي ان انت هتكون معانا النهارده في ECC. ثانك يو سو ماتش. احنا عايزين نعرف ليه اصلا اخترت ديوك، ليه ابتديت بيه، وايه اصلا ديوك؟ مبدئيا الديوك جايه من دويتش ايجيبشن اورجانيك كوزماتكس. هي الرحله كلها ابتدت انا كنت شغال في المانيا مينلي ماركتنج اند بزنس ديفلوبمنت، وكنت زمان شغال كيمستري تيتشر وبحب الكيمستري جدا. فكنت حابب ان انا اجمع ما بين ثلاث حاجات I was into it، يعني فكره الانتربرينورشيب والحته بتاعه الماركتنج اند بزنس ديفلوبمنت بلس الحته بتاعه الكيمستري اللي انا كنت فيها. ابتديت ان انا اقول لا، في جاب في السوق المصري فعلا في الحته دي، and I would like to have an impact بجد على السوسايتي في مصر من خلال الناتشرال برودكتس في الحته بتاعه الكوزماتكس. انت بتحب تخلي الناس تحس بايه لما تيجي تستخدم برودكتس ديوك؟ اهم حاجه بالنسبه لي في البراند ان هم الناس to get inspired and to empower themselves to show their natural beauty. actually ان هم الناس فعلا تظهر فعلا الحاجه الناتشرال. it's one of our core values. ايه اكتر كومنت جالك على برودكت او جالك على PR باكج وكان اكتر حاجه فاني سمعتها؟ يعني ما سمعتش حاجه زي كده. اوكي، هي كانت حاجه ليها علاقه بالترافل سايز، وكنا نزلنا الترافل سايز جلاسز السنه اللي فاتت. فلما نزلناه في حد بعت لي الفيدباك فبيقول لي ازاي تبقوا في السن ده. هو عامة يوجولي الحاجات الترافل سايز بيجي عليها كومنتس اللي هي بتغنن قوي. يس اكزاكتلي، حاجه مضحكه قوي بصراحه. لو احنا هنتكلم على علاقة ديوك ب ECC، اوكي، واللي هي يعني ابتدت ريسنتلي، يعني مش من كتير، بس أوكي. احنا بقالنا مع بعض almost 1 year. yes. 100%. احنا مبسوطين قوي ان احنا بقالنا Thank مع you بعض so much. سنة. احنا تقدر تدسكرايب التريب دي مثلا في 3 words؟ ACC represents experience, hard work, خلينا نقول accessibility to everything that you can scale up. يعني احنا أوكي. كانت مشكلتنا عادة في اي partnership تانية ان احنا we can't scale up واحنا مستريحين. ف ECC احنا بنقدر نقول احنا لو عايزين نعمل باتشاية 50,000 40,000 ما بتفرقش معانا ان احنا we can have the quality over the mass production, and that's the main core value اللي احنا موجودين فيها في البارتنرشيب مع ECC. يعني ايه اللي خلاك تحس ان انا ممكن اختار ECC to be partner من التريب بتاعتي as ديوك براند في الماركت؟ actually الاكسبيرينس بتاعت ECC في الماركت، يعني هو انتوا اوائل الناس اللي ابتدت في الماركت and you have a lot of experience في الماركت، فنقدر ان احنا نمرج خلينا نقول الفاست موفينج برودكت مع الاكسبيرينس، الحاجه اللي احنا we are missing in it. احنا براند بقالنا 6 سنين في الماركت، فاحنا we need a partner that have a great experience يقدر يساعدنا to scale up. بس اكيد بيبقى في حاجه usually ECC بتعملها بتخلي يحصل زي تويست في البراند بتاعك. هل حصل ده بقى معاك ولا لسه؟ لا لسه ما حصلش، بس في حاجه احنا شغالين عليها actually. الفتره اللي جايه it will boom in the market. في 2 new products actually عاملينهم مع ECC وان شاء الله they will boom. متفائلين جدا بالموضوع ده لانه فعلا هيفرق معانا. هنلعب مع بعض لعبه، هنسالك شويه اسئله وهتقول لنا اذا كانت هي بالنسبه لك yes or no. اوكي. جربت على نفسك برودكت قبل ما تطلعه لاي حد يجربه؟ 100% yes. actually انا كنت بفورميليت البرودكتس from A to Z. بارت منه ان انا كنت عايز احس، لان انا كونسيومر سنترد جدا، فانا بحب احس بالبرودكت ازاي هيروح للكاستمر وايه احساس الكاستمر اول حاجه هو هيحسها. ف this is how it started. انا كنت بجرب كل البرودكتس عليا، وستيل لحد دلوقتي بجرب حتى الفيميلز برودكتس اللي هي حاجات كوزماتكس وبتاع برضه بجربها عليا، لان انا I have to test everything. بما ان انت اللي بتعمل الفورمولا او اكشلي فورميليتر، اكيد دخلت اللاب كتير كذا مره. هل طلعت حاجه كانت صعبه جدا ان انا اطلعها بره اللاب؟ 100% yes. كنت بعمل الكوفي سكراب، كنت بستخدم القهوه اللي انا بشربها، وقلت بقى دي فيري بريميوم ومش عارف ايه، وحطيتها جوه البرودكت، طلعت حاجه اوكي مرعبه يعني. ممكن تخلي الكاستمرز بتوع ديوك عامه او اللويال كاستمرز لديوك يبقوا هم اللي بيفوت على اسم النكست برودكت؟ اكيد 100%. بس احنا هنليمت الاسامي شويه، بس طبعا احنا بنحب ان احنا انفولف دم ان ذا نيو برودكتس اللي احنا بننزلها اكشلي، والفيدباكس. يعني احنا اكشلي الفيدباك بتاع الكاستمر هو اهم شيء. عندك فيفورت برودكت في البراند بتاعك؟ يعني ليتلي اللاين الجديد اللي انا منزله بتاع المن بقى هو ماي فيفورت برودكت. طبعا عشان من كير برودكتس، وتحديدا برودكت اللي هو اسمه دي زيرو، ده بالنسبه لي بيمثل حاجه كبيره يعني. هل انت الشخصيه اللي الناس بتقول لها على راي فهو بيقوم ماشي عكسه تماما؟ لو حاجه بيرسونال او حاجه تخصني انا شخصيا،
شخصيا وحد بيديني فيها راي هعمل اللي في دماغي يعني. لكن لو حاجه في الشغل او كده او في البرودكتس او بتاع، لا طبعا 100% I will take everyone's opinion يعني. ممكن مثلا تبقى انت عندك ميتنج تاني يوم الصبح وبعدين تقرر ان انت تبعت مسج تقول فيها انا يا جماعه انا مش هاجي، فبتقفل موبايلك عشان ما حدش بقى يزن عليك ما يكلمكش او كده، ولا ممكن تفضل سايبه لو عايزه حاجه؟ لا لو مش هاجي اقول مش هاجي اكشلي، بس مش هقفل موبايلي يعني. دي صعبه بصراحه ان انا اقفل موبايلي، دي صعبه، ما وصلتش للمرحله دي. لا الحمد لله. بس لا مش هقفل موبايلي. احنا حابين ناخد منك ادفايس للكاستمرز بتوعك. يعني لو هتفكروا في برودكت ليه علاقه بالبيوتي، فكروا في البراند اللي فعلا بيفكر في الكونسيومر فيرست. طيب لو ادفايس لبراندز لسه ستارت اب هتنزل الماركت، اول حاجه لازم تفكر فيها البراند بيربس بتاعك. ايه البيربس؟ انت هنا بتعمل ايه؟ وانت از براند وات مسج اللي انت عايز توصلها للناس. فانت you need to know deeply ايه اللي انت عايزه عشان تعمل البراند ده and then release a brand. اخر حاجه احنا حابين نسمع كده الفيجن بتاعت ديوك for the upcoming years، ممكن تبقى ايه او نستنى من ديوك ايه الفتره الجايه؟ نستنى من ديوك ايه؟ actually our main خلينا نقول objective ان احنا نبني a multinational corporate that has an impact on each and everyone. That's what we are looking for. اوكي دكتور محمد، ECC كانت مبسوطه قوي ان انت كنت معانا النهارده. Thank you so much. ونتمنى ان احنا نتقابل كمان 10 سنين كمان مثلا. Thank you so much. اكيد طبعا هنتقابل كمان 10 سنين واحنا multinational corporate. Yes اكيد sure. Thank you so much. Merci.